حديث إن ابن آدم فيه 360 مفصلا، حديث ثابت صحيح. بارك الله فيك. يقول الأخ مسمي من نفسه، لحظة يا شيخ، مفتي الثورة الشيخ لؤي. ما دخلك بنا يا لؤي؟ ايه موضوعك يا لؤي؟ انتبه واعقل. الأضحية مسنونة مستحبة، وعلى ذلك جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، بل من العلماء من أوجبها، وإن كنا لا نجنح للوجوب، لكن قول جماهير العلماء سلفا وخلفا على استحباب الأضاحي. وإن شئت اقرأ أي كتاب من كتب الفقه، كتب الفقه المتقدمين، كتب الفقه المتأخرين، حتى تعقل أن الأضحية سنة مستحبة باتفاق العلماء، ومنهم من أوجبها، لكن لا نجنح للوجوب. ثم ومع الإجماع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. افهم يا لؤي، لكم فيها خير، ربي قال لكم فيها خير. أيضا قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمراد هنا استثمان الأضاحي يا لؤي. عندك أيضا فعل رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين عليه الصلاة والسلام، وضحى الصحابة من بعده. ما علمت أبدا يا أخي لؤي ويا أهل المغرب عموما، ما علمت أبدا في تاريخ الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن شخصا ينهى عن الأضاحي. إذا كان عندي في بلادي مفاسد أنهى عن المفاسد، لا أنهى عن الأضاحي. ولا تنفق ملايين الدولارات على لاعب الكرة وتأتي الأضاحي الشعيرة المستحبة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وننهى عنها. نحن ما أوجبناها يا من تدعي أنك مفتي الثورة، ما أوجبناها عليك حتى تخرج علينا أنت وإخواني أهل المغرب غفر الله لهم، حتى تخرجوا علينا بهذه الثورة. ماذا قلنا يا أهل المغرب؟ قلنا الأضاحي سنة مستحبة. أما أن تمنع، ما في أحد في تاريخ الإسلام من لدن رسول الله إلى الآن منع. فإذا كان لزمنا نمنع المنكرات، نمنع المحرمات، نرشد الإنفاق في القرى وفي غيرها، نمنع الخمر. لكن هذا يباح على الملأ، ونأتي إلى الشعيرة التي هي من شعائر الإسلام بالاتفاق ونمنعها. هذا ربي سائلكم عنه. ونحن دائما وأبدا نقول أن طاعة الأمراء وطاعة الملوك وطاعة الرؤساء، نعم يطاع الأمراء والملوك والرؤساء في المعروف إذا أمر أمير، أمر ملك، أمر رئيس، أمر وزير، أمر ملك، وزير، رئيس، أي واحد يأمر بأمر نعرض أمره على كتاب الله وسنة رسول الله. أمره نعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وافق الكتاب والسنة على رؤوسنا، خالف الكتاب والسنة لا نفعل. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، جاءه بعض التابعين قال: ابن عمك معاوية يفعل كذا وكذا، فأطلق برأسه ثم قال: إذا أمرك بطاعة الله فأطيعه، إذا أمرك بمعصية الله لا تطيعه. إذن يا أخي لؤي، أنت والإخوة في المغرب نحن لا نثيرها جاهلية. الكرة نتكلم عنها في مصر، في قطر، في السعودية، في أي دولة، ما تشخصن المسائل ولا تجعلها شخصية. لا نقر الرقص لا في مصر ولا في المغرب ولا في السعودية ولا في أي دولة في العالم. لا نقر الفحش أبدا في أي دولة في العالم. بارك الله فيك. افهم يا لؤي، لا تثيرها نعرات جاهلية،
لا تثيروها نارات جاهلية، لا تثيروها نارات جاهلية، فربي سبحانه وتعالى سائلكم. لما قلنا اخرجوا على حكام المسلمين أبدا، معاذ الله أن نقول بهذا، ولا ندعو إلى جماعة من الجماعات ولا حزب إلا الإسلام. فأهل المغرب انتبهوا، لأن ربي سائلكم، ربي سائلكم، ربي سائلكم. افهموا يا ناس، افهموا. لا واحد يقول نمنع الرقص في مصر، هل أنا أقررت الرقص في مصر؟ وهل أنا أقررت الحكم بغير ما أنزل الله في مصر؟ لا في مصر ولا في أي دولة في العالم نقر باطلا أبدا. الحق حق والباطل باطل، الحق حق والباطل باطل، هذا الذي نتدين الله به. إنما نار الجاهلية ما نحب نارات جاهلية، لا نحب النار الجاهلية المصرية ولا النار الجاهلية الليبية ولا النار الليبية الجزائرية ولا النار الجاهلية المغربية. كل هذه النارات تحت الأقدام، كل هذه النارات تحت الأقدام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك؟ خلاص احذفه يا عبد الرحمن، احذف هذا تفضل يا حبيبي. الشيخ مصطفى، ما حكم بلع البلغم حينما وصل إلى الفم وإني مثلا جاهل فيه؟ الذي يبتلع البلغم الذي يقف في حلقه لا يقال عنه أنه أكل أو شرب. بارك الله فيكم. وصل خلاص ما فيش داعي، تفوا بزقه، خلاص وصل الفم بزقه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك يوسف يا شيخنا. تفضل يا يوسف. نعم يا يوسف. أريد أن أتكلم معك في موضوع، يعني عندي درس ولا أعلم الأسئلة على الخاص. أيوه نعم تفضل. ليس هنا في الخاص. نعم في الخاص. كلمني طيب على الهاتف الخاص بعد انقضاء الدرس، الله يغفر لك. هل الأولى تعلم التجويد أم حفظ القرآن؟ هذا وذاك كلاهما مطلوب. بارك الله فيكم. سدد وقارب.